والفرصة من جانب محمد ناصر. محمد ناصر لاعب نادي عجمان. عندنا كرة خطيرة للأمام، هي إماراتية، هي إماراتية، هي إماراتية. الله، منصور المنهالي يكملها في المكان السليم ويحرك مرمى منتخب مصر. منتخبنا يسجل، يبدأ التسجيل بهدف جميل بعد عرضية ولا أجمل ونهاية ولا أحلى. هكذا الصورة، إماراتنا في أحلى صورة. نعم، منصور المنهالي اللي تابعها بامتياز، ركنها قوية في زاوية مستحيلة على أحمد وهب. هني اللمسة، هني اللمسة، وبعد ذلك المتابعة والكرة. الله الله على لمسات حلوة وعرضية من جانب خالد الأصبحي، وهوبو، خلاص انتهى الكلام، انتهى الكلام. منصور المنهالي ركنها بكل قوة في زاوية مستحيلة على أحمد وهب حارس المنتخب المصري. تقدم دفاعاتنا بامتياز، التغطية الدفاعية حلوة تعود إلى قائد منتخب مصر. وبو، أحمد سليمان بذكاء، أحمد سليمان يتعامل بامتياز. رهيب والله، رهيب يا أحمد يا سليمان. منتخب مصر يعود إلى 1-1 بعد لقطة جميلة وسلسلة من النقلات واللمسات وصلت إلى القائد، وصلت إلى اللاعب الذي استطاع بمهارته أن يعيد السعادة للمنتخب المصري وجماهيره بهدف جميل. شوف اللمسات، شوف اللمسات. بالمناسبة أحمد سليمان قدم مجهودا كبيرا في الشوط الأول وكان كرة القدم كافأته. هنا الاختراق، أوبو، يختار الحل السليم، يفاجئ حارس المرمى مرزوق البدواوي بكرة مرت من القدمين وبالتالي وصلت إلى الشباك الإماراتية، معلنا عن التعادل 1-1 ما بين الشقيقين الإماراتي والمصري. 1-1. الأمور عادت باتجاه التعادل الإيجابي عزيزي المشاهد والمتابع في كل مكان. الآن منتخبنا يبحث عن عودة التفوق، والمنتخب المصري يبحث عن قلب الطاولة، والمنتخب المصري بمعنويات الآن كبيرة يبحث عن قلب الطاولة، يندفع للأمام، يقترب، والتصويبة راحت بعيد، راحت بعيد. عمر خضر اللاعب اللي اختاره المدرب في الشوط الثاني كاد أن يكافئ مدربه من هذه الفرصة، من هذه المحاولة، من هذه. الله، على فرصة كانت خطيرة، كانت خطيرة، كان الاستعراض موجود وكانت التصويبة بعد ذلك خطيرة جدا. عمر خضر، سليم عبد الرحمن يناظر، كان يتمنى، وأنا متأكد أنه هو نبه لعيبته، نبه قال لهم بداية الشوط الثاني منتخب مصر سيندفع للأمام، علينا أن نكون دفاعيا منضبطين بصورة ممتازة، نحرم المنتخب المصري من أهدافه أنه هو يسجل ويعود لكن رغم ذلك كل منتخبنا يستقبل هدف في الطريق للدقيقة السادسة من بداية شوط المباراة الثانية. أصبحت الكرة في الجهة اليسرى، محمد عبد الناصر في هذا المكان، التمريرة إلى مهند محمد، جميلة إلى مؤمن شريف، ومؤمن شريف مسألة التمويه، هو فكر أن يرسلها عرضية لكن بعد ذلك تراجع وأتى بكرة في منطقة الجزاء. منتخب مصر انتشاره أكثر الآن، خطورته أكبر، وابو، هدف ثاني للمنتخب المصري. مرت وعدت يا مرزوق البدواوي، استقرت في الشباك. محمد سمير ينجح في قلب الطاولة ويتقدم لمنتخب مصر بهدفين مقابل هدف. يا لها من ردة فعل قوية جدا في شوط المباراة الثاني. منتخب مصر في الشوط الثاني سجل هدفين سريعين في البدايات الأولى، قلب الطاولة. هذه اللقطة التي كانت في هذا المكان، الكرة راحت مشت استقرت، قاصدها ولا ما قاصدها، المهم ان هي مشت وراحت. المنتخبات الحاضرة الكل ب4 نقاط، وهذا ما يجعل صراع المقدمة مشتعل. الله، اللمسة جميلة والنهايات أجمل، اللمسة جميلة والمصري أجمل 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 في الشوط الثاني. حكاية، الله 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 الله، برباعية. هذا اللاعب محمد عبد الله يواصل ردات الفعل المرعبة للفراعنة للمصريين. يظهر الجيل الشاب كما يريده المحبون تماما.
4 أهداف كاملة في الشوط الثاني. يا أسامة نبيه، ما الذي فعلته؟ ما الذي قلته ما بين الشوطين ليتحول منتخب مصر من متأخر بهدف لمتقدم برباعية؟ شوف اللمسة، الله، مهند محمد صاحب اللمسات الجميلة. بعض التحديات، بعض الأمور، لكن في نهاياتها هكذا الاستفادة. الله على المرور، المهارة. لما تتكلم المهارة مصر يسجل الخماسية. نعم، الخماسية عن طريق مؤمن شريف، عد من الكل وتجاوز الجميع بمهاراته. هكذا مؤمن شريف، هكذا الشاب المصري الجميل الذي نجح في تجاوز. هني هو اللي قطع الكرة وتقدم فيها، ودفاعات. هذا عد من الكل ونظرة باتجاه المرمى، ثبت الحارس مرزوق البدواوي وأتى بكرة في مقتل في الزاوية الصعبة من أجل خماسية يعزفها منتخب مصر. خماسية يعزفها، نعم، المنتخب الجميل الرائع.